مش داخله تبع احزاب ولا حاجه، داخله مستقل. احنا من المحافظات اللي اتظلمت شويه من بعد التهجير. اسماعيليه للاسف الشديد ما عندناش لا مواني ولا حتى ابنائها الكبار اللي بيسموا رجال اعمال كبار في اسماعيليه، ان مثلا اتعمل منطقه صناعيه، مصانع كبيره تشغل ولادنا. احنا لينا مشروع وان شاء الله هنتميز بيه، صناعه رجل اعمال صغير. ملفين اساسيين انا ان شاء الله مهتمه بيهم جدا، ودول اولويه بالنسبه لي: البطاله والقضاء على الفساد. مش هتتحقق العداله الاجتماعيه الا اذا زي ما احنا اتفقنا كل فئات الشعب كان موجود منها ما يعبر عنها. بعد الهجرة كان عندنا مشكلة كبيرة جدا ان محدش يهتم ان الكوادر تبقى من اسماعيلية. احنا ولاد اسماعيلية وشبابنا قاعدين على القهاوي وقاعدين في الأندية لتاني يوم الصبح. اذا احنا بلد صعبة. يعني المقولة اللي احنا بنصدرها في الشارع ان المرأة ما تنتخبش مرأة، او ان المرأة بتغير من المرأة، او ما بتديش صوتها للمرأة، الكلام ده كلام مش صحيح. التشريعات اللي ان شاء الله المفترض هتكون موجوده في الفتره اللي جايه دي لازم تبقى مسانده للمجتمع اللي احنا منه بنعاني فيه كتير جدا. المرحله اللي جايه محتاجه شغل كبير، محتاجه جهد كبير، محتاجه ان احنا النهارده نقول مش اقل من 18 ساعه في الشارع. انا طبعا ما اقدرش اخوض في اسماء ولا في طعون، ولكن اعتقد القضاء قال ما فيش مجتمع كله ملائكه ولا مجتمع كله أشرار. الحزب الوطني كان أغلبية المجتمع ما بصنفش الناس. ما فيش حاجة اسمها عضو حزب وطني دلوقتي، ما فيش حاجة اسمها حزب وطني خالص. فاحنا كلنا دلوقتي مواطنين مصريين. أنا بقالي 17 سنة موجودة بين الناس، أخوات في بيت، في مشاكل، في مصالح، في شوارع، من غير لا برلمان ولا حزب ولا أي حاجة. مركزة في حاجة تاني لأسباب كتير، منها زي ما حضرتك قلت إن هو عدد سكانه أكبر الأحياء الموجودة في محافظة الإسماعيلية، ومشاكله أكتر وعشوائياته أكتر. إن شاء الله كمان المجالس المحلية برضو مش هنسيبها. إحنا بنعد ناس للمجالس المحلية. يعني أنا هاخد منك اللي أنت هتدهوني، بس أنا جوه في الصندوق هدي للي أنا عايزه. حاول بقدر الإمكان إن الحصانة تبقى داخل البرلمان وأثناء متابعتك بس. المال السياسي هناخده في الشارع وهيدخلوا في الصناديق يدوا للي هم عايزينه. أنا بنت النادي الإسماعيلي، اتربيت جوه النادي الإسماعيلي، لعبت للنادي الإسماعيلي والمنتخب مصر، فأعتقد أنا أكتر واحدة حاسة من جوه النادي الإسماعيلي مشاكله الحقيقية إيه. أرجوكي انزلي، أنت نجحتي البلد، أنت رجعتي مصر تاني لينا، فأرجوكي انزلي. اعتمادنا الكلي على السيدات بمساندة الرجال. الإسماعيلية بتتغير ومصر بتتغير في ظل قيادة سياسية حكيمة محترمة.